السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم راكم تشوفوا جبت لكم هذا الرولي اللي راح ديروه وتقدموه مع صلصه بيضاء بالشامبينيون ولا طاجين تاع الزيتون. يعني والم حتى للضياف كون يجوك ضياف ديريه، يعني حمر الوجه. اول حاجه هي المقادير بسيطه. انا هنايا ديت كميه تاع الكفته تاع الدجاج، يعني تدي واحد القسخ 50,000 ولا. هنايا زدت معاها البصل يكون مقطع رقيق ولا مسكرفج، وزدت هنا راني نقطع معاه شويه معنوس ومع القزبر. وهنا راني نسكرفج في الثوم، يعني الثوم دي حبات، واحد 3 حبات ولا سكرفجيهم. ايا ومن بعد نروحو نمرو للتوابل اللي راح نسحقوهم لهذا الرولي. الحاجه الاولى اللي نسحقوها هي الملح بالطبع، الحرور، سكنجبير، كركم، وشويه تاع قرفه وشويه تاع توابل تاع الدجاج. هادو هما لي زيبيلس اللي غادي نسحقوهم. هنايا بعد ما نكملوا نسكرفجو الثوم نديروا هاد التوابل. اذا المقادير سهله، ويعني يجي يجي رولي بنين بزاف يعني. قلت لك يوالم في الصيف راه جاي تاني تقدمي مع لي فريت مع صلصه بيضة كيما تبغي، ولا صلصه صفراء تعني طيبيها بالدجاج مع الحمص وكاع. هنايا بعد ما درت المكونات تاع لي زيبيس زدت هنا حبه بيض، وراح نشوفوا فيا غادي نعجن مليح باش ندخل هذوك التوابل وهذيك الحبه تاع البيض باش كل شيء يتجانس مع بعض وياخذ حق كل الحاجات، يعني تدخل في بعضها بعض. اول حاجه هنايا راح نخلط وكما تشوفون نعجن مليح، ومن بعد عاد راح نضيف لا شابلور هنا انت كي تبغي، يعني تتحكمي فيها. يعني الخليط كي تشوفي الخليط نتاعك ما ولا جري ما ولا ناشف راهي مليحه. هنايا نبقى ندخل تاني في الخبز المرحي لا شابلور. تي وشحال تبغي ديري. هنايا بعد ما نكمل نخلط كل شيء ويصبح البودة تاعي راه جاهز باش نشكلو. انا اول حاجه رايحين ندو ورق شفاف، يعني بابي سورفيريزي، نفرشو على الطاوله تاعنا. هنا بعد ما فرشت البابي سورفيريزي تاعنا راح نحط هنايا الخليط، نحطو ونسويه كما راكم تشوفوا هنايا بيديا، نعطيه شكل مستطيل. هنايا نعطيه شكل مستطيل، ومن بعد ما نحل غايه ونعرف بلي راه سطح مستوي راح ندير هنا الحشو اللي في الوسط هو الفرماج، نقطعوه ونديروه في الوسط. ومن بعد نبقى نلوي على شكل بوده، يعني كما نلوو البسكوي غولي نفس الطريقه. هنايا بعد ما نكمل هذا الفرماج نديره حتى الفوق، نبقى نزير مليح الشكل نتاعنا باش ياخذ شكل مستوي. هنايا راني راح نلوي، الطريقه راهي واضحه. اما من بعد كي نكمل ونسقمو مليح ونعرفو حي بلعتو مليح غايه مليح، بلوه حتى في الجنان. بعد كي تسقموه مليح بدلوا الجنان تاعكم تاع البوسه، ديروا عقده من اليمين وعقده في اليسار، ومن بعد دخلوه ديروا في السني تاعكم، غطوه بالبابي سولفيريزي ورق الطهي، ومن بعد دخلوا الفرن تاعكم يطيب واحد المده تاع 45 دقيقه. بعد ما يطيب خرجوه خلوه يبرد، ومن بعد قطعوه، ومن بعد قدموه كما قلت لكم مع اي صلصه بغيتوها. بغيتو صلصه مرقه صفراء بالدجاج ولا الزيتون ولا كيما تبغوا قدموه. هنايا بعد هذا هو الشكل النهائي نتاعه. ان شاء الله يكون هذه الوصفه عجبتكم وتجربوها، وما تنساوش بارطاجوها عفوا مع اصحابكم وحبابكم، وانتظروني بوصفات اخرى ان شاء الله. دمتم ان شاء الله بصحه وعافيه، والى ملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله. شكرا.